اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. عاملين ايه يا اخواتي؟ النهارده المحاضرة السادسة من كورس بايثون. تعالوا نفتكر زي العادة احنا خدنا ايه المرة اللي فاتت. احنا اتعلمنا الاف والالف والالس ودخلنا في النستد اف، واخدنا الدوت لور والدوت ابر لما قلنا هنتلاعب بالنصوص، واخدنا الدوت كابيتالايز، وكمان اخدنا الاف فورمات اتعلمنا ازاي نستخدمها مع البرنت. طيب، قبل ما نحل الهوم ورك بتاعنا عايز اعلمكم حاجه صغيره، هي مش تبع الاف بس احنا هنستخدمها في الاف حاليا، وهي الاور والاند. تعالى هعمل معاكم مشروع صغير وتعالى نشوف احنا هنستخدم الاور او الاند دي ازاي، بعديها هنحل الهوم ورك بتاعنا. طيب، هو المشروع بتاعي ببساطة إن أنا هاخد من المستخدم فود جميل، وهحط له اختيارات وأقول له مثلا بيتزا، وأقول له مثلا تشيكن، وأقول له فيش، وأقول له سالاد. طيب، هعمل إيه بقى في الإف كونديشن؟ هشوف لو الفود ده بيساوي أكل معين، يعني مثلا أقول له لو الفود بيساوي البيتزا فعلا فهقول له I love pizza، وهكذا في باقي الأكل. لو تشيكن فأقول له I love chicken، لو فيش هقول له I love fish، حتى مع السلد. طيب else بقى اللي هو لو ولا حاجة من الأربعة دول، فهاجي أقول له هنا إن دوت invalid value، أو إن الأكل دوت مش عندنا في الليست. جميل. طيب، يلا بينا نقول بسم الله ونعمل المتغير اللي اسمه food، وهاخد الانبوت. جميل. وهقول له مثلا please choose food، وهحط له مثلا بين الأقواس هنا هقول له مثلا بيتزا. جميل. وممكن أقول له هنا chicken، ممكن أقول له fish، وهقول له salad. كده خلصنا الانبوت بتاعي. طيب، في الاف كونديشن هاجي اقول له الاف، لو الاف اف ايه الفود، هنقول دوت لور. جميل. انا ممكن اقدر ان انا برضو احط الدوت لور هنا. طيب، لو الفود دوت لور ماله equal وانا حاطط دوت لور، يبقى لازم اكتب الاسم اللي عندي كله لور، لازم يكون كله small. طيب، لو هو الفود equal بيتزا، اعمل ايه؟ هقول له print، مثلا اقول له yum I love pizza. طيب، عايز اعمل نفس الموضوع مع الكل، فهعمل elif واحط لو الفود دوت lower equal chicken، هاجي هقول له هنا نفس الموضوع print، نكتب I love pizza على طول، I love chicken sorry. حلو. طيب، هاخد elif دي كده واعمل shift alt وانزل سطر تحت عشان اكتب اللي بعديها بدل ما اعيد الكود من الاول. فهاجي هنا اقوم كاتب fish، ومنساش ان هي تكون كلها small، وهاجي اكتب هنا salad، هاجي هنا اقول له ان هي salad، وهاجي هنا واقول له ان هي fish. طيب، كده انا الكود لحد دلوقتي بيعمل ايه؟ الكود بتاعي لو الاكل اللي دخله بيتزا فيقول له I love pizza، لو الفود اللي دخله فراخ فهقول له I love chicken، لو الفود اللي دخله fish فهيقول له I love fish، ولو سالاد هيقول له I love salad. طيب، دلوقتي لو هنا else، لو هو ما دخلش اي حاجة من الحاجات اللي انا كاتبها له فوق في الانبوت، فهاجي اعمل له مثلا هنا print، وهاجي اقول له مثلا that food not on our list، مثلا ان الاكل دوت مش في الليست عندنا. طيب، تعالوا نشغل. هيقول لي دخل اكل، فهقول له مثلا هنا بيتزا كلها تكون، سوري انا شغلت الكود تاني بالغلط. طيب، هاجي اقول له هنا آه بيتزا كلها تكون كابيتال، فيقول لي I love pizza. طب تعالوا نشغل تاني. هقول له مثلا هنا salad، فيقول لي I love salad. طيب، ممكن نقول له أكل مش عندنا، ممكن مثلا نقول له orange، أنا مشغلتش الكود. ممكن أقول له مثلا هنا orange، فهيقول لي that food not on our list. طيب، إيه هنا اللي ممكن نحله، أو إيه هنا اللي مش clean code؟ إن أنا أقدر دلوقتي إن أنا أقول له بدل ما أنا أعمل ال الf دي كلها، أنا أقدر إن أنا أخلي الكود كله عبارة عن if و else بس. طيب، إزاي أنا أقدر أعمل كده؟ ب or. طيب، or دي بستخدمها إزاي؟ أو or و and. إحنا عندنا هنا في or و and. or معناها أو، و and معناها و.
طيب أنا هنا مثلًا في أول سطر أنا عايز أقول له إيه، تعالوا نمسحهم كلّهم ونسيب الF بس عشان نشوف هنشتغل عليها إزاي. طيب أنا أول سطر باقول له إيه، if الfood lure equal بيتزا، فأنا عايزك تقول لي I love pizza. طيب ما أنا ممكن آجي هنا بعد البيتزا على طول، تعالوا نبعد الكولون شوية، تعالوا بعد البيتزا على طول فهاقول له or إيه بقى؟ ما دام كتبت or يبقى هو محتاج شرط كمان، جميل؟ طيب or إيه؟ or الfood دوت برضه lure كأنه شرط جديد equal جاي مثلًا قايل له هنا الchicken حلو، خلّصت الchicken فهاقول له or أو الfood دوت lure مالها equal fish آخر واحدة or الfood دوت lure equal salad حلو، تعالوا نجيب الكولون اللي طارت دي. طيب أنا هنا الكود بتاعي بيعمل إيه؟ الكود هنا هو بيخش ياخد الفود من اليوزر بيقول له دخل بيتزا أو تشيكن أو فيش أو سالاد. طيب الفاليديشن بتاعي عبارة عن إيه؟ عبارة إن أنا بقول له if الفود ده دوت لور حوله لي كله لور، لو الفود دوت لور equal البيتزا or الفود بتاعي دوت لور equal تشيكن or الفود بتاعي دوت لور equal fish or الفود دوت لور بتاعي equal salad. عايزك تعمل ايه؟ عايزك تعمل البرنت وتقول له I love بعد كده تحط له اسم الاكل اللي هو دخله، لان انا ما ينفعش اسيب طبعا البرنت زي ما هي كده اقول له I love بيتزا، ما ممكن تكون تشيكن ممكن تكون فيش. طيب احنا ده كده عبارة عن ان احنا هنستخدم المتغير. طيب احنا اتعلمنا بقى ان احنا عايزين نستخدم الفورمات بعد كده، فهقول له يم I love ايه الاكل اللي هو دخله اللي هو الفود، فهاجي اعمل الكيرلي براكتس وهكتب فود. حد عنده اي مشكلة؟ امتى استخدم or؟ لو انت شايف ان الحالة بتاعتك تقدر ان انت تستخدم فيها or استخدم فيها or. يعني انا هنا جاي بتشيك على الاكل اللي هو دخله لو كذا او كذا او كذا او كذا هو مش هيخرج من دول، حلو، وانا هعرف اجيب الفود اللي هو دخله من هنا، جميل، فانا مش محتاج ان انا اعمل اكتر من validation او اكتر من تحقق، كده مش clean كود. طيب في الelse هنا هقول له that food، جميل، بعد كده هكمل عليها هحط بس هنا ال F وما انساش ان هي بتكون small، وهقول له احط الفود هنا كمتغير، وهقول له that food واحط له الاكل فعلا اللي هو حاطه، واقول له not on our list. طيب خلونا نشغل ونشوف هو تمام ولا لا. قال لي دخل اكل فهقول له مثلا هنا fish فهيقول لي يم I love fish، شغال كويس جدا. هقول له salad فهيقول لي I love salad. تعالوا ندخل أكلة مش معروفة، ممكن أقول له باستا فهيقول لي that food اللي هي الباستا not on our list. كده عرفنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها or دي بنستخدمها مع ال if. طيب عندنا ال and، إيه الفرق بين ال or وال and؟ طيب ال or هنا أنا جيت قلت له يا ده، يعني لو ده موجود هتعمل ده، أو ديت موجودة هتعمل اللي تحت، أو دي موجودة هتعمل اللي تحت. يعني مش مشترط عليا إن كل ده يكون متحقق، لأ أنا محتاج بس شرط واحد منهم هو اللي يتحقق عشان يقدر يعمل لي البرنت دي. طب and بقى لأ and لازم يكون كل الحاجات اللي حاططها تكون متحققة عشان يقدر يخش يعمل لي الحاجة اللي تحت if. طيب قبل بس ما ننقل وناخد حاجة صغيرة على الأند أنا عايز أكلمك في فكرة الدوت لور إن إحنا مكررينها 4 مرات، وده مش منطقي. إحنا أول ما علمتها لكم كنت بحطها فوق عند الانبوت، ودي كانت الحاجة الصح، فأنا كنت حابب إن أنا أحطها هنا المرة دي عشان أعرفك إن الصح اللي إحنا عملناه أول مرة. فإحنا هنشيلهم كلهم، جميل، وما تنساش تبقى تحطها هنا أهو. كده الكود بتاعي هيكون شغال تمام جدا. طيب تعالوا ناخد حاجة عن الأند، وهي هتكون إن أنا هدخل اليوزر نيم والباسورد وهعمل تشيك لو اليوزر نيم والباسورد الاتنين صح هيقول له مثلا ويلكم باك، لو غلط فهقول له access denied اللي هو الدخول غير مسموح بيه. طيب تعالوا نمسح ده وهطلب منه اليوزر نيم، وهاجي هنا هعمل input وهقول له
please enter your user name، وهاجي هنا هعمل password، وهاجي هاخده هنا input، وهاجي اقول له هنا please enter your password. طيب تعالوا نعمل الفاليديشن بتاعي. لو فاكرين لما عملناها المرة اللي فاتت، احنا كل اللي احنا عملناه ان انا اخدت من عملناها ساعتها بالنستد اف. لو فاكرين المرة اللي فاتت اخدنا منه اليوزر واخدنا منه الباسورد، بعد كده دخلنا عملنا تشيك لو اليوزر نيم بيساوي الادمن، بعديها خش جوه الاف اعمل لي اف كمان، بعد كده شوف الباسورد صح ولا لا. بس مش منطقي، لانك لما بتيجي تسجل في جوجل مثلا، فهو بياخد منك الحاجتين وبيعمل تشيك عليهم هما الاتنين سوا. لو واحد فيهم غلط بيقول لك ان ده غلط، مش بياخد منك اليوزر بعد كده يدخلك بعد كده يقول لك هات الباسورد. ساعات بيعمل كده، بس الاغلبيه او لما تيجي تسجل لاول مره بياخد منك اليوزر نيم، بعد كده بياخد منك الباسورد الاتنين سوا، بعد كده يعمل تشيك عليهم ويشوف. طيب تعالوا نعمل ده سوا. هنيجي نعمل if اليوزر نيم equal نفس المرة اللي فاتت هنخليها admin. جميل، وكتبناها هنا كلها سمول، ونعمل هنا دوت lower. طيب حلو. المرة اللي فاتت عملنا ايه؟ دخلنا هنا بعد ما عملنا اليوزر نيم كتبنا الاف، بعديها كتبنا ان الباسورد، كاتب كلمة باسورد غلط، بعد كده كتبنا لو الباسورد equal ورحنا كاتبين حاجة تاني. طيب اللي احنا هنعمله ايه؟ نفس الفكرة بتاعت الأور، بدل ما هكتب هنا or لا أنا هكتب هنا and. طيب ايه الفرق بينهم؟ احنا لسه قايلين or مش بتشترط ان كل الشروط بتاعتي تتحقق، لا هو ممكن شرط واحد لو اتحقق، شبه ان هو يدخل البيتزا بس او ان يدخل التشيكن بس، يبقى ساعتها هعمل له print. الاند بقى لازم كل الشروط اللي هكتبها هنا تكون متحققة عشان يقدر يعمل لي اللي تحت F في الكود بلوك. طيب أنا هقول له هنا if اليوزر نيم equal admin، هنا عملتها دوت لور، وعملت له and إيه الباسورد equal، وهاجي مثلا هنا هقول له 1 2 3 ABC مثلا. طيب لو دي بتساوي admin والباسورد بيساوي 1 2 3 ABC، طيب اعمل ايه؟ هعمل له print وهقول له user name and password right mail. ممكن اقول له مثلا welcome back. طيب else بقى هاجي هعمل له هنا print وهقول له access denied اللي هو الدخول غير مسموح بيه يعني. طيب تعالوا نشغل كده ونشوف. لو هنا قلت له admin، حلو، جيت عند الباسورد قلت له 1 2 3 وسكت، هيقول لي access denied. فهو بيعمل تشيك للاتنين سوا، مش معنى ان اليوزر نيم بقى ادمن فهو خلاص هيقول لي اكتب الباسورد ان انا اقدر اخش، لا هيقول لي اكسس دينايد. انا بتشيك هنا على الاتنين سوا، فانا لازم اكتب الادمن ولازم اكتب الباسورد صح عشان يقول لي يوزر نيم اند باسورد رايت ويلكم باك. طيب ما ينفعش واحد بس هو اللي يكون صح. لو كتبت له هنا مثلا جو، بعد كده رحت كتبت له 1 2 3 ABC، فبرضه نفس الحاجة access denied. طيب ده كده ال and وال or والفرق ما بينهم امتى نستخدمهم. لو انا عايز استخدم حاجة يكون كل الشروط متحققة عشان يعمل حاجة معينة فهستخدم ال and. ال or لو عندي اكتر من شرط متصلين ببعض ومش مهم عندي كل الشروط تتحقق، لا انا عايز شرط منهم واحد بس يتحقق فهستخدم or. طيب تعالوا نحلوا الهوم ورك. كانت اول حاجة عندنا ان انت بتاخد الباسورد من اليوزر بتشوف الطول بتاع الباسورد ده، ولو هو أقل من 5 فهقول له weak password. لو هو ما بين 5 و8، يعني لو هو أكبر من 5 وأقل من أو يساوي 8، فهقول له إن هو moderate password. ولو else فهو أكيد أكبر من 8 فهيكون strong password. طيب أول حاجة هاخد المتغير اللي هو password. طيب هاجي أعمله هنا input. معلومة كده صغيرة، اللين بتحسب الطول بتاع السترينج بتاع الليست بتاع الست بتاع التابل، بس مش بتحسب طول الأرقام. فما ينفعش أعمل متغير يكون فيه رقم، ما ينفعش أعمل متغير يكون فيه رقم وأجي أقول لها لين الرقم ده. جميل، فإحنا هنا عشان كده إحنا بنسيب input مش بنحوله لإنت، غير إن الباسورد ممكن يكون فيه رموز، ممكن يكون فيه أرقام، ممكن يكون فيه string. طيب فأنا هاجي هنا هقول له if اللين. جميل، لين لإيه؟ للباسورد مالها أصغر من 5، فأنا عايزك تعمل لي هنا print وتقول لي إن هو weak password. طيب elif عايز دلوقتي أقول له إن الباسورد ده طول الباسورد يكون
ما بين ال5 وبين ال8. فأنا عندي طريقتين، الأولى إن أنا هاقول له ال5 هتكون أصغر من أو تساوي جميل الlen بتاع الباسورد، حلو كده؟ طيب التانية إن هو تكون الlen أصغر من أو تساوي ال8. يبقى أنا هنا الشرط ده بتاعي بيقول إيه؟ إن هو كده الlen بتاع الباسورد طول الباسورد ما بين ال5 وما بين ال8، يكون الlen أكبر من أو يساوي ال5 وفي نفس الوقت الlen أصغر من أو يساوي ال8. تمام؟ فهاعمل له هنا print وهاقول له moderate، أقول له moderate password. طيب الelse بتاعتي هتكون إن أنا هاقول له هنا print وأقول له هنا strong password. ده كده الحل الأول وتعالوا نجربه. فهاقول له مثلا هنا 159 جو، فيقول لي moderate لأن هو هنا 5، فأنا بقول له هنا لو 5 أو يساوي 5، لو الأصغر من 5 أو يساوي 5 فأقول لي إن هو moderate، إن هو في الوسط. تعالوا نعمل مرة كمان وأخليها مثلا الأرقام دي، فيقول لي strong password. طيب أنا قلت في طريقتين للLF دي، تعالوا كده نبعد بس. طيب إيه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية إن أنا أستخدم or، إن أنا أجي هنا امسح الشرط ده خالص واجي هنا هقول له ايه، هقول له لو اللين بتاعة الباسورد مالها اكبر من او تساوي ال5 or اللين بتاعة الباسورد هتكون اقل من او تساوي ال8. بس ده الطريقتين اللي عندي، اقدر اعمل دي واقدر اعمل دي وهتكون شغالة كويس جدا، مفيش اي مشكلة، كله تمام. طيب كان عندنا الواجب الأخير اللي هو بتاع is Egyptian، والمفروض إن هو مفيش مشكلة لأن نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت، أنت بس هتغير حاجات صغيرة. طيب أنا كنت محضر إن أنت هتحل مشروع، كنت هخليك تروح تحله بس أنا هعمله دلوقتي. أنت لو عايز حابب إن أنت توقف هقولك المشروع إيه هو وتروح تعمله، بعد كده تيجي تشوف إحنا عاملينه زي بعض أو لأ، أو المهم النتيجة هي ولا لأ. مش مهم الكود ممكن يكون مختلف ما بيني وما بينك، بس أهم حاجة يكون النتيجة واحدة، بس طبعا يكون clean كود، وده اللي هنتعلمه سوا بالتدريب. طيب المشروع عبارة إن إحنا هنعمل آلة حاسبة بسيطة simple calculate أو calculator. فدلوقتي أنا أول حاجة عايزك تعمل print وتقول له welcome to the basic calculator. طيب ده كده رسالة الترحيب، هتاخد منه num1 و num2 اللي هو number 1 و number 2، وخد بالك إن هما هنا هيتحولوا، وأنت شوف هيتحولوا لأنهي data type. بعد كده هاخد منه الأوبريتور اللي هي الضرب أو الجمع أو القسمة. طيب إحنا هنعملهم بس على الجمع والطرح والضرب والقسمة، فما ما تحطلوش في الاختيارات غيرهم. طيب الإف أنا عايزك تعملها لوحدك، بس أنا أقول لك هنت صغير إن إحنا هنعمل تشيك على الأوبريتور، لو الأوبريتور equal الأوبريتور بقى ذات نفسها اللي هي هتعمل العملية الحسابية دي. جميل، ده الهنت. حاجة كمان إحنا نقدر جوه لما بنعمل الاف فورمات بعد كده بنعمل الكيرلي براكتس عشان نحط المتغير، احنا نقدر ان احنا نعمل جوه الكيرلي براكتس دي عملية حسابية. دي حاجة مهمة جدا لازم تعرفها. هنوقف من عندي 5 ثواني، وانت لو عايز تشتغل اشتغل، لو عايز ان انت تسمعه معايا اسمعه، ولازم تعمله بعد اما المحاضرة تخلص. طيب قلنا أول حاجة إن إحنا هنعمل print وهنخليها إن هي الترحيب بتاعتي، فهقول له welcome to the basic calc. جميل، ممكن نحط هنا مثلا n عشان نسيب مسافة فاضية. طيب بعد كده هاخد منه num1 وهحولها لفلوت، لأن ممكن يدخل لي رقم فلوت إن أنا أجمعه أو أضربه، فلازم أكون عامل حسابي على الكيس دي. طيب الانبوت هقول له هنا enter، هقول له مثلا enter num1. جميل، وهاجي هنا هعمل num2 هحوله لفلوت، هعمل الانبوت وهقول له enter num2. طيب بعد كده هاخد منه هنا الاوبريتور، هعمل متغير اسمه operator. الاوبريتور دوت هيكون الانبوت على طول، وهقول له choose an operator. طيب وممكن مثلا ان انا احدد له هنا، اقول له البلس واقول له الماينس واقول له الاديشن
الضرب multiplication، وهقول له هنا الديفيجن. طيب كويس جدا. ممكن نخلي الاوبريتور ديت تكون هي اللي في النص، بدوس الت وهطلع واحدة فوق، خليها هي اللي في النص عشان يكون الموضوع منطقي اكتر. طيب هاجي اعمل اف، انا هعمل اف على ايه؟ على الاوبريتور ذات نفسها. لو هي بتساوي الجمع فانا عايزك تعمل العملية الحسابية اللي هي الجمع، ولو هي السبستراكشن فانا عايزك تعمل الطرح، ولو هي المالتيبليكيشن فانا عايزك تعمل الضرب. فاحنا هنعمل الفاليديشن بتاعي على الاوبريتور. فلو الاوبريتور بتاعي equal بحطهم ما بين السنجل او الدبل كوتيشن كانهم string عادي. لو هي الاديشن فانا هعمل له هنا print. طيب واحط الاف فورمات بتاعتي، واجي اقول له هنا the result. الريزلت بتاعي هيكون، هفتح الكيرلي براكتس وهعمل العملية الحسابية جوه الكيرلي براكتس. طيب ازاي؟ انا دلوقتي عندي النم 1 والنم 2 هو ده اللي هعمل لهم جمع، فهقول له النم 1 جمع النم 2 بس، بكل بساطة، ولا اكتر ولا اقل. طيب هاجي اعمل اف واقول له لو الاوبريتور بتاعي equal ال subtraction، عايزك تعمل ال print، حط ال if format، هقول له the result جميل is، وهفتح ال curly brackets وهقول له ال num1 جميل ناقص ال num2. طيب عشان الوقت هناخد دي كده، هننزل shift alt وننزل واحدة كمان. جميل، نعمل منهم مسافة. المسافة والحاجات ديت عشان بس تكون الرؤية عندي أنا واضحة، هي مش مهمة أوي. كل اللي أنا هعمله إن أنا بس هغير الحاجات دي، خلي ديت ال division غيرها هنا. طيب دلوقتي انا عملت له رساله الترحيب، واخدت منه النمبر 1 حولته لفلوت، بعد كده خدت الاوبريتور، بعد كده خدت النم 2 وحولته لفلوت، بعد كده عملت فاليديشن او تحقق على كل اوبريتور. لو هو كان الجمع عايزك تعمل لي عمليه الجمع، لو هو كان ناقص فانا عايزك تعمل لي عمليه الطرح، لو هو كان ضرب عايزك تعمل لي عمليه الضرب، ولو كان ديفيجن او قسمه انا عايزك تعمل لي القسمه. طيب عندي هنا ال else، هقول له invalid operator، اللي هو انت ما اخترتش ولا حاجة من الحاجات دي، فهاجي اقول له هنا مثلا else وهعمل له هنا print وهقول له invalid operator. جميل. ممكن مثلا اقول له بعديها please choose، ممكن اقول له مثلا هنا اقول له الجمع تاني والطرح والضرب والاسم، بس كده. طيب تعالوا نشغل ونشوف الدنيا. دلوقتي قال لي هنا welcome to the basic calculator، بعد كده قال لي عايز number 1 اللي هو الرقم الأول، فأقول له مثلا هنا 25، عايز يقول لي هات الأوبريتور، فهقول له مثلا هنا الجمع، هيقول لي هات num 2، فأي حاجة أقول له 58، فيقول لي the result is 83.0. طيب تعالوا نجربهم بسرعة في باقي الحاجات. أقول له 44 ضرب 2 ف88. هنجرب مرة كمان، أقول له 90 على 4، فيقول لي 22.5. طيب شغال معايا وكويس جدا. فلو أنت عملته لوحدك فالله ينور. وده الصح، إن أنت لازم تطبق البرمجة 90% منها تطبيق. أنت مش هتستفيد بالنولج بتاعة البروجرام من غير ما تشتغل بإيدك ومن غير ما تطبق، فأنت لازم تطبق كتير جدا، وده اللي أنا بحاول أعمله معاكم هنا في الكورس. أشوفكم المحاضرة الجاية إن شاء الله. دمتم على خير، والسلام عليكم.